ارتقى بايرن ميونخ إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه هيرتا برلين 3-2، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم. قبل الدخول في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب. إليكم التفاصيل. فيما تابع بروسيا دورتموند الضغط على فرق المقدمة بفوزه على ضيفه بوخوم 3-0، ورفع بايرن رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن يونيون برلين الذي بإمكانه استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فاز على مضيفه باير ليفركوزن الأحد. وحقق بايرن فوزه الثامن تواليا والعاشر في المباريات 11 الأخيرة في مختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.